سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي نشرة الأنباء الأحوازية، والتي نبدأها بالعناوين. الخدمة السرية تلقت معلومات استخباراتية بمخطط إيراني لاغتيال ترامب. مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس ينبغي توجيه لكمة قوية للنظام الإيراني. منظمتان حقوقيتان تطلبان من الرئيس الإيراني المنتخب إنهاء اضطهاد الأكراد في إيران. هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب مدنا في إقليم الأحواز. الشباك يعلن اعتقال 3 إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران. وحسين الكعبي مدربا لاستقلال الأحواز. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عزز جهاز الخدمة السرية الأمريكي الإجراءات الأمنية بعد تلقي معلومات استخباراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنها لا ترتبط بحادثة إطلاق النار عليه في ولاية بنسلفانيا السبت، بينما وصفت إيران ذلك بأنها اتهامات خبيثة لا أساس لها من الصحة. هذا وقد حصلت السلطات الأمريكية على معلومات استخباراتية من مصدر بشري في الأسابيع الأخيرة حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، وهو تطور أدى إلى قيام الخدمة السرية بزيادة الأمن حول الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة، وذلك حسب ما قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN. وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس القاتل المحتمل الذي حاول قتل الرئيس السابق السبت كان على صلة بالمؤامرة الإيرانية. وقال مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس إن طريقة التعامل مع النظام الإيراني لا يجب أن تكون ضربات صغيرة أو قصفا حول إيران، بل يجب توجيه ضربة قوية للنظام الإيراني نفسه. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الاثنين 15 من يوليو تموز، دعم فانس سياسات ترامب تجاه إيران خلال فترة رئاسته، وقال: من أجل مواجهة الأعمال العدائية للنظام الإيراني يجب أن تتلقى طهران لكمة قوية. وفي يوم الاثنين 15 من يوليو تموز، في اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، تم الإعلان رسميا عن ترامب كمرشح الحزب لانتخابات عام 2024، واختار ترامب السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس. طلبت منظمتان حقوقيتان من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة النظام للشعوب غير الفارسية، بما في ذلك المجتمعات الكردية التي تعيش على الحدود. ودعت هيومان رايتس ووتش ومركز أنصار حقوق الإنسان الاثنين 15 من يوليو تموز بشكل مشترك إلى وضع حد لاستخدام القوة القسرية المميتة ضد العتالين الأكراد على الحدود الإيرانية العراقية. وقبل أسبوع أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير بحثي أن السلطات الإيرانية والقوات العسكرية تستخدم القوة القسرية المفرطة والمميتة ضد العتالين الأكراد في المناطق الحدودية. والمطلب الجديد لهاتين المنظمتين الحقوقيتين موجه هذه المرة إلى مسعود بزشكيان، الذي قال خلال حملته الانتخابية في سنندج: من العار أن يقدم شبابنا على العتالة من أجل كسرة خبز، علينا أن نبني الحدود التي تقام فيها التجارة وليس العتالة. وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية إنه بعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان تم إطلاق النار على 5 عتالين على حدود نوسود في كرمانشاه، وقتل أحدهم. ضربت الثلاثاء 16 من يوليو هزة أرضية بلغت شدتها 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة سالاند التابعة لمدينة القنيطرة بإقليم الأحواز.
وقال مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران الثلاثاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو جرحى جراء الهزة حتى اللحظة. أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك اليوم الثلاثاء اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي في البلاد بتوجيه مباشر من عملاء المخابرات الإيرانية. وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكر الشاباك في بيان أن التحقيقات كشفت أن أحد المشتبه بهم ويدعى إليميش ستيرن 21 عاما كان على اتصال بأحد الحسابات عبر تطبيق تيليجرام. وأضاف البيان أن الحساب طلب من ستيرن القيام بمهام مختلفة من بينها تعليق لافتات في تل أبيب وإخفاء أموال في أماكن مختلفة في القدس وتل أبيب وتوصيل طرود إلى عتبات المدنيين الإسرائيليين تحتوي على رأس مقطوع لحيوان أو رأس دمية بجانب سكين ورسالة تهديد وإشعال النار في الغابة وغيرها، وذلك وفقا للصحيفة. وأوضح البيان أن ستيرن وافق على تنفيذ المهام كما طلب منه باستثناء ارتكاب جريمة قتل وإشعال حريق في الغابة. وأشار إلى أن ستيرن حصل على أجره بالعملة المشفرة وأنه قام بتجنيد إسرائيليين آخرين لمساعدته. كما أكد الشاباك في البيان أن طريقة الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت أسماء مزيفة هو أسلوب معروف لعمل وكالات الاستخبارات الإيرانية وفق البيان. تم اختيار حسين الكعبي النجم السابق للمنتخب الإيراني مدربا جديدا لنادي استقلال الأحواز. الكعبي الذي يملك تاريخا في اللعب في ليستر سيتي الإنجليزي كان مدربا لفريق الأحواز ستايل الموسم الماضي، والآن بدوافع جديدة أصبح جاهزا للتدريب في فريقه السابق. سيبدأ ميودراغ بوغوفيتش المدير الفني لنادي استقلال الأحواز الذي سيصل إلى إيران هذا الأسبوع عمله رسميا بعد حضوره في إف مارك. وتجدر الإشارة إلى أن فريق استقلال الأحواز سيتوجه إلى معسكر شهر كورد التدريبي يوم 18 من يوليو للاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. شكرا لكم سيداتي وسادتي على طيب المتابعة، وإلى اللقاء مع طائفة أخرى من أهم الأنباء الأحوازية. دمتم في أمان الله.